هيعمل تجميل في مناخيره، ومريم منهارة وفضلت متبتة فيه وفي إيديه لآخر لحظة، وما كانتش عايزة تسيبه، ووطت تحت رجليه وبست إيديه وراسه وما سابتهوش لحد ما قام على رجله. أشرف في المستشفى، فيا ترى بيعمل تجميل ولا بيتعالج؟ وليه كلم دار الإفتاء ياخد رأيهم؟ وإزاي مريم منهارة كده؟ ومفاجأة عن رومانسية مراته طول فترة تعبه. كواليس كتير هنعرفها في الفيديو ده. ما بيحبش جو المستشفيات، وكلم دار الإفتاء علشان يعرف اللي هيعمله ده حرام ولا حلال. ومراته متبتة فيه ومبطلتش عياط طول اليوم لحد ما قام ومشي على رجليه. كواليس تعب أشرف، يا ترى إيه اللي حصل؟ وليه مريم بتطلب من الناس تدعيله؟ أشرف ظهر وهو خاسس النص ووشه مصفر ومتبهدل خالص، وقال إنه مش عارف ياخد نفسه، ومن أول ما اتولد وهو بيتنفس من ناحية واحدة من مناخيره، وكان بيواجه صعوبة في التنفس لدرجة إن أوقات ما كانش بيقدر ياخد نفسه ولازم يمشي بالقطرة ليل نهار لأن ممكن تحصل له الأزمة في أي وقت من اليوم. لحد ما راح للدكتور، وكانت المفاجأة إنه عمل أشعة بينت عظم وشه كله، وطلع عنده اعوجاج في المناخير، وده السبب في كل اللي بيحصل له، وإنه ما بيعرفش ينام من كتر ما هي بتبقى مسدودة وما بتفكش إلا بالقطرة والأدوية، وإنه لازم يعمل عملية. وهنا حس إن ممكن تكون تجميل، فحب إنه يكلم دار الإفتاء ويسألهم بنفسه عن حرمانية العملية، هل لو عملها عليه ذنب ولا لا؟ لحد ما رد عليه حد من الدار وقال له طالما العملية لأسباب صحية فهي حلال واتكل على الله. وهنا أشرف كان متردد وخايف جدا من اللي ممكن يحصل، خاصة وإنه أول مرة يعمل عملية، وقال إنه ما بيحبش جو المستشفيات والأدوية وبيحاول يبعد عنه قدر المستطاع، وإن مريم هي اللي صممت إنه يعملها علشان يطمنوا عليه ويرجع لهم بالسلامة لأنها هتفرق معاه جدا. وفعلا مريم فضلت ماشية معاه وما سابتهوش لحظة، وكانت منهارة وبتعيط وحاولت تمسك دموعها لكنها ما قدرتش، وفضلت متبتة في إيديه كأنها بنته مش مراته، وكانت خايفة جدا عليه. ونزلت فيديو عن رومانسيتهم وفضلت تطبطب عليه وتحضنه، ووطت تحت رجله وقلعته شوز ولبسته كروكس وبست إيديه، وكان هو حابس دموعه من الخوف. وفضل أكتر من 3 ساعات في العمليات، ومريم اتوترت وطلعت بنفسها عند الأوضة اللي فيها أشرف، وقالوا لها الوضع مستقر، بس هي قلقانة عليه لأن الموضوع طول جدا معاه. وما فيش شوية وخرج لهم، وهي جريت عليه وفضلت تفوقه وقومته بنفسها، وعملت معاه نفس اللي كان بيعمله بالملي معاها، وهي كانت والدة، وعيشته اللحظات الرومانسية وما سابتهوش لحظة. ومالك ابنه كان معاهم، رودينا أختها ما سابتهمش وفضلت معاهم وواقفة في ظهرهم، بس حبت تخفف التوتر من عليها شوية فجابت لها فرايد تشيكن وأكلوا سوا لحد ما أشرف يطلع، لأنه ممنوع ياكل الأكل ده وهياكل مسلوق وخضار وأكل مستشفيات بس. في فريق انتقد مريم بأنها بتعيط بدل ما تشجعه، وإنها كده بتوتره، وإنها كانت المفروض ما تبينش زعلها لأنها هي مصدر قوته. وفي فريق قال إن طبيعي موقف زي ده الست ما تمسكش نفسها وتعيط قدام جوزها من خوفها عليه، لكن اللي الكل أجمع عليه إن مريم بنت أصول وما سابتش جوزها وفضلت معاه وما اتكسفتش تبين ضعفها قدامه، وهي دي الست الأصيلة والرومانسية وقت الأزمات، وربنا يشفيه ويقومه بألف سلامة. يا ترى تفتكروا أشرف أخذ القرار الصح، وإن العملية دي فعلا هتفرق في صحته، ولا هتبقى مجرد عملية تجميلية مش أكتر؟ شاركونا في التعليقات.